يا دكتور، احنا دلوقتي داخلين على رمضان، ورمضان معروف محمر ومشمر وعزومات وحاجات حلوة كده. ازاي حد بيعمل دايت يقدر يواجه كل المغريات دي؟ طيب، هي فكرة البورشن سايز يعني حجم الطبق بتاعنا وكمية الأكل. على فكرة احنا ممكن ناكل كل حاجة موجودة على سفرة رمضان، بس الفكرة ان احنا نقنن الكميات، وخصوصا يعني لو الأكلات اللي احنا خايفين ناكل منها كتير تكون ضارة أو السعرات الحرارية بتاعتها عالية. ده مهم جدا. الفكرة كمان ناكلها امتى، يعني لو الأكلات دي مش المفروض ان احنا ناكلها في الوقت ده، زي الحلويات مثلا مش المفروض ان احنا ناكلها في الكسناك، لا المفروض ان احنا ناكلها بعد الفطار مباشرة. ما نجريش من صلاة التراويح على صينية الكنافة وناخد قطعة، ده غلط جدا. الحركة كمان مهمة جدا، مهمة قوي ان احنا نعلي مستوى الاكتيفيتيز في رمضان. هناكل ونتبسط ونحرق بس. يعني الناس مش مصدقة يا دكتور ان احنا عادي ممكن نتعزم وناكل حلويات بقى، كنافة وبسبوسة والحاجات الحلوة دي، وفي نفس الوقت نخس عادي؟ لا اطلاقا، عادي جدا. الفكره بس ان احنا نركز ايه سبب زياده الوزن. لو قدرنا نحط ايدينا على المشكله او الحاجه اللي سببت لنا زياده الوزن، هنقدر ان كده حلينا نص المشكله. الفكره ان احنا ناكل بوعي، يعني نتعلم ناكل بوعي. لو لخبطنا في الفطار نقدر ان احنا نتدارك ده في السحور، ونقدر ان احنا ناكل وجبه خفيفه في السحور باقي اليوم. فالموضوع بسيط وسهل ومش مستاهل كل التعقيد ده. لو قدرنا ان احنا نمشي بشكل صحي وناخد بالنا بناكل ايه وامتى، الموضوع هيبقى بسيط.